السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة معاكم أحمد شورس، وطبعا احنا وقفنا عند ال 20 يوم أو ال 21 يوم في الحلقة اللي فاتت، وطبعا هنكمل دورة البط مع أستاذ محمد عارف. وطبعا بعد يعني احنا وقفنا كده لغاية ال 21 يوم. من أول ال 21 يوم بقى بنعمل إيه؟ من يوم ال 22 بقى بنبتدي نعاود جرعة المضاد الحيوي. كان جرعة تنشيطية لمدة يومين. الجرعة مضاد حيوي الفالفلور اللي احنا اتفقنا عليه، اللي احنا شفناه قبل كده اول في الاستقبال. اللي احنا طبعا شفناه وبنوريه لكم تاني يا جماعة اهو. تمام. بنرجع تاني برضه نفس الجرعة 1 سم على اللتر مية، بس طبعا بنزود بقى كمية المية، بنزود كمية المية 14 لتر بالنسبة لنا. بنديها ده جرعة الصبح لمدة 6 ساعات. بعد كده بدي مية حلوة، مية عادية. بدي آخر النهار جرعة فيتامين سي. طبعا احنا يا جماعة يعني بعد إذن قطع كلام أستاذ محمد عارف، احنا مش ناسيين طبعا يا جماعة التحويل ما بين يعني هنعمل حلقة نقول ليهم البط يعني بياخد مثلا علف ايه طبعا بياخد نامل. احنا هنقولها لكم برضه يا جماعة ان شاء الله. فاحنا دلوقتي من اول ال 22 يوم الصبح بندي جرعة مضاد حيوي سم على اللتر مية من الفالفلور. بعد كده لمدة 6 ساعات بنشتغل بعد كده مية بيضاء. آخر النهار بندي فيتامين سي جرام على اللتر مية. يعني دوت 6 ساعات، ده 6 ساعات. بندي مية بيضاء لمدة 8 ساعات. بعد ده 6 ساعات بندي مية بيضاء 8 ساعات. بندي 6 ساعات برضه آخر النهار في نفس اليوم برضه بالليل. فيتامين سي جرام على اللتر ميه. برضه بناخد المعلقه الشاي ممسوحه بتبقى 5 جرام. بندي 3 معلقه الشاي يا جماعه اللي احنا بنعمل بيها شاي طبيعيه خالص. معلقه ممسوحه 5 لتر على ال 5 لتر ميه. بندي مثلا 3 معالق على ال 15 لتر، وبنوزعهم على السقايات بتاعتنا على حسب كميه الميه اللي انت بتستخدمها، على حسب كميه البط. بالظبط كده. تمام. دي لمده يومين. ده اليوم ال 22 وال 23. لمده يومين، اليوم ال 22 وال 23. بنرجع بقى بنكرر نفس الجرعه ديت تاني في اليوم ال 32 وال 33. تمام. وفي اليوم ال 42 وال 52. تمام. وال 260. يعني بنفضل ماشيين عليها بدي الجرعه ديت لمده يومين. في الايام اللي هي ما فيهاش ادويه. خلاص ده بيبقى الاساس بتاعي في الشغل هو المضاد الحيوي. ويعني واحنا لو قلنا حاجه ثانيه في الحلقات اللي جايه، ودول معاهم عادي. دول عادي مفيش مشكله. كل 10 ايام ده اليومين اللي انا بدي فيهم المضاد الحيوي مع الفيتامين سي ما بيبقاش معاهم حاجه ثانيه. ما بيبقاش معاهم حاجه ثانيه في الحاجات اللي احنا بنريح فيها. بالظبط. بنكرر دوت يا جماعه كل 10 ايام. استاذ محمد عارف بيقول كل 10 ايام. خدت بالك من يوم 22 لغايه عمر يوم ايه؟ لحد ال 62. لحد عمر 62 يوم بنمشي على دوت كل 10 ايام في الايام اللي احنا بندي فيها ميه بيضاء. صح كده؟ الايام الفاضيه بتاعتنا بنشتغل عليها. دي جرعه بتحفز لي البطاريه، بتامنني ضد اي نزلات برد، اي تيارات هواء، اي فيروس، اي ميكروب. دايما المضاد الحيوي ده بيفضل معايا طول دوره التسميد، بيضمن لي صحه البطاريه كويسه. طبعا مع فيتامين سي طبعا بيظبط البطاريه ضد اي ماتش الضغط، التيارات الجويه، فتح شباك. طبعا احنا طبعا بعد ما بندي الادويه ديت اللي انت شرحتها ديت بنديها لغايه عمر يوم 5 لحد يوم ال 62. طبعا كل 10 ايام من 22 32 42 52 62 ديت ده كده بشتغل على المضادات الحيويه. تمام. طبعا يا جماعه احنا طبعا شفنا النهارده العمر اللي هو بتاع من اول اليوم 21 او 22 و23 لغايه خدت بالك، وهنفضل ماشيين كل 10 ايام لغايه 62 يوم. كان معاكم احمد شورس واستاذ محمد عارف، وطبعا استنونا الحلقه الجايه نكمل دوره البط مع بعضينا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.